ازيكم يا جماعه؟ معانا برنامج كرييتيف ونص كوم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن البراندنج والكرياتيفيتي، ازاي تنجح الشركه عن طريق الكرياتيفيتي والهويه البصريه الناجحه، ازاي تعملها صح وتستهدف الكلاينت الصح. معانا احمد الرملاوي سي او سونيك فيزار، هيكلمنا النهارده عن البراندنج والهويه البصريه. الخير. اهلا بيك عامل ايه؟ يا زياد. دايما تكون بخير يا حبيبي، دايما تكون بخير. عايز اسالك ازاي لو عندي مثلا شركه او براند معين، ازاي ان انا اعمل له ايدنتي، هويه بصريه كامله تكون ناجحه كرييتيف؟ بص، السوق بقى مليان حاجات كتير جدا الفتره دي. دايما تلاقي ناس كتير قوي بتبيع لوجو ب 50 جنيه زي زمان. فبتلاقي كلام كتير بقى، كلام كتير قوي. طب تعالى ما اعمل لك هويه بصريه. طب هل انت وانت بتعمل الهويه البصريه مفكر او فكرت مع نفسك هي ليه اصلا انت عملت الهويه البصريه؟ ولا انت كل الموضوع ان انت بتختار اسم لشركه، وبعد ما اخترت الاسم للشركه دي رحت بقى قلت خلاص انا عملت سجل ضريبي فلازم يبقى ليها شكل، فكتبتها بفونت على وورد، او قلت ليه انا اصلا اروح ادفع الفلوس دي؟ فلازم تبقى انت فاهم الاول قبل ما تروح او تاخد الاكسبيرينس مع ديزاينر فريلانسر، او تروح لشركه، او تجي لنا مثلا عشان نعمل لك الحاجه دي. أيوه. لازم تبقى انت عارف كويس قوي انت رايح تعمل ده ليه. فلازم تذاكر، انت رايح تذاكر انت ليه اصلا هتدفع فلوسك، ليه ادفع اقل وليه ادفع اكتر. انت هيفيدني في الفلوس بالظبط. انت ليه رايح ادفع مثلا 10 15 الف جنيه في حاجه، او 20 30، وفي شركات بتعملها ب 50 وب 60 الف جنيه. طب ليه ادفع 60 الف جنيه في هويه بصريه؟ هنا بقى بيجي الخطوه. تعالى بقى بص على البراندات اللي انت بتحبها العادي، اللي دايما احنا بنشوفه زي كوكا كولا، نايكي، اديداس. فهنلاقي بقى ان الهوية البصرية بنت هوية مع الناس. زي نايكي لما نزل قال لك just do it. هنا بقى هو بيبيع ايه؟ بيبيع الاحساس، الفيلينج. فلما بتروح لحد متخصص زينا مثلا واحنا شغالين في حاجة زي كده، فلما بيجي يقول له والله انا عايز ابيع ملابس وعايز اروح اعمل براند، فما بيجي يقول لك لا احنا مش هنبيع الملابس، احنا مش هنبيع البرودكت هيتباع لوحده، احنا هنبيع الفيلينج. يعني ايه هنبيع الفيلينج؟ هنبيع حاجه الناس عايزاها، بتبيع اللي الناس عايزه تشوفه، اللي الناس عايزه تحسه. فعشان تبيع الحاجه اللي الناس عايزاها، زي بالظبط نايكي. احنا بص، انت مش هتخترع العجله، انت ممكن تركب لها جرس. بتركب للعجله جرس، عمرك ما هتخترعها لانها خلاص الناس كلها عامله العجل خلاص. فانت محتاج ايه؟ نايكي لما نزلت السوق قال لك ايه؟ جاست دو ات. بيقول لك يلا بينا نروح الجيم. قوم بقى من على الكنبه بقى يا عم، تعالى نروح الجيم بقى. فعشان نروح الجيم محتاجين تي شيرت، محتاجين شورت، محتاجين سنيكرز، صح؟ فتعالى بقى اما نجيب لك الحاجات دي. فهو باع لك ايه؟ باع لك الفيلينج. ما يقدرش هو يبيعه. انا راجل بياع فاهم في الماتيريال، فاهم في البرودكت اللي هبيعه، بس مش فاهم في دماغ الناس اللي انا هتارجتها. طيب هل الهوية البصرية بتاعتك بتارجت الناس اللي انت عايزها؟ هل الهوية البصرية اللي انت منزلها دي، انا عايز ابيع بمليون جنيه، البرودكت بتاعي نازل بمليون جنيه، انت كده متارجت ناس كلاس ايه؟ فهل وانت متارجت الناس اللي هي كلاس ايه دي انت عملت لها هوية بصرية تقدر تبيع بيها؟ يعني الناس مثلا احنا دايما بنكلمها كديزاين واي، يعني دايما بنتكلم عن الكتلة والفراغ. انا كتلة كتير يبقى انا كلاس سي. زي الريال استيت كده، لما بنيجي نبيع في الريال استيت، كل ما انت زودت الحاجات تقول له المقدم بكذا والفلوس بكذا وبعمل بكذا وبعمل بكذا، ده كلاس سي عايز يعرف كل المعلومات عشان يعرف يشتري. اما كلاس ايه مش عايز يشوف الكلام ده، عايز يشوف صورة تكون إليجنت. هو ده اللي انا عايز اعيش هنا، مش فارقه معاه، هو عايز يشوف المستوى كويس وخلاص. بالظبط كده. فالكلاس عشان تروح للكلاس اللي انت عايز تبيع له لازم تبقى انت فاهم اصلا انت رايح تبيع لمين. فهنا بقى بيجي دور ان انت لازم تبقى فاهم الهوية البصرية. لا ده حاجة كبيرة جدا. ايه ده انا فعلا المفروض اروح ادفع. انا ما بدفعش في اللوجو، انا بدفع في اللوك اند فيل اللي انا هاخده بعد اللوجو. فاللوجو بتاعي ده هو حتة صغيرة قوي من الهوية البصرية. وبيجي هنا بقى حاجات كتير قوي، سيركلز كتير قوي تظهر في دماغك. ايه ده؟ كوكا كولا كانت نازله في رمضان بتقول لك احلى مع كوكا كولا، رمضانك احلى مع كوكا كولا. كان بيقول لك انا نازل وبيقول انا كوكا كولا احلى مع، وحاطط اسماء. هو كده بيبني ايه؟ هنا بيبني هوية بصرية مع الناس، صح؟ بيبني ريليشن شيب، بيقرب للناس. فانت دلوقتي هو بيبيع ايه؟ ما بيبيعش كده كوكا كولا خالص، هو كده بيبيع فيلينج. هو عايزك تخش تفتح التلاجة تدور على اسمك، مش بيبيع لك الازازه. ايوه، لما كانوا عاملين الاسماء على الازايز وكده. بالظبط. زي نسكافيه برضو لما كانت عامله على الاكياس بتاعتها المهندس تجاره، هندسه، حاسبات ومعلومات.
فاللي هو في ناس فعلا بتدخل اللي هو بتدور على اسم الكليه بتاعتها على كيس النسكافيه. هو ده. فهو ليه اصلا رايح يعمل ده؟ مم. هنا بقى بيجي مكان الكرييتيف. انت ليه كرييتيف اصلا؟ انت بتدور ازاي؟ وده هنا الفرق لما نيجي نفرق ما بين الجرافيك ديزاين. لما بنيجي نتكلم على الجرافيك ديزاين مثلا ونيجي نتكلم على الارتستيك، الناس الارتستيك ما بتبقاش عارفه هي بتبيع ايه. بتبيع لوحه، بيبيع لوحه، فاللوحه دي بتبقى الله جميله جدا، انا هاخدها عشان احطها عندي في البيت. ولكن الراجل الكرييتيف دايركتور هو هياخد الحاجه الارتستيك دي ويقدر يكيفها عشان تنزل بيها للسوق. فهنا بقى بيجي دور ان انت ما تبقاش راجل عادي. تعال بقى نخش في حته الاي اي. لو انت دخلت وفكرت في الاي اي، انا جرافيك ديزاينر وتعبان قوي من الاي اي، والاي اي بقى يعمل كل حاجه، هياخد شغلي خلاص وهيقعدني في البيت ومش عارف اعمل حاجه ومش قادر ومش عارف اعمل ايه وخلاص هنا بقى اسالك سؤال واحد بس ترد انت عليا كزياد، انت سينيور جرافيك ديزاينر، فقول لي بقى انا عايز اسالك، هل انت دماغ ولا تول؟ لا دماغ. بس يبقى انت كده دلوقتي انا اللي اتحكم في الاي اي ان هو يساعدني في شغلي. بالظبط. لما نزل فوتوشوب ما كانش فيه بين تول، فالناس عملت ايه؟ كانت بتسلكت بالسلكشن تول على فكره. فدلوقتي لما نزل البين تول بقى يستخدم البين تول، فدلوقتي صعبتها ما بقتش تتعامل بيها، بيستخدمهاش. ولما نزل الجنريتد فيل، دي كانت حاجه كبيره، كان حاجه كبيره جدا. فانت النهارده بتستخدم الاي اي عشان يطلع الحاجه اللي انت عايزها. طيب تعالى هنا بقى نتكلم عن الفكره. لو انت مش راجل بتعرف تاكسكيوت فكره، يبقى انت من الناس اللي المفروض تخاف. يبقى احنا النهارده جايين نتكلم على المخ والتول. انت كنت مجرد راجل بيطبق، فما تزعلش خالص ان الاي اي يبقى مكانك. صح. انت ما ساعدش ان انت تشغل مخك، فبقيت زيك زيه. بقيت بتعمل ايه؟ بتبرومت. واحد بيجي يقول لك انا عايز صوره شبه دي، فبتروح تعمل له دي. اللي هو انا ممكن اديها الويب سايت اي اي مثلا وادي له البرومبت بتاعها ويعمل جنريت. بالظبط. كانفا بقى في كانفا. بالظبط كانفا، ويخش ويفتح الكانفا ويحط الحاجات. في ناس فعلا اللي هو من كتر ما الموضوع انتشر اللي هو بتطبق بس، اللي هو يقول لك انت ليه مثلا الديزاين مثلا متكلف الرقم ده او الفيديو متكلف الرقم ده، ما انا ممكن مثلا على كانفا اخش بالاي اي يطلع لي انت هتعمل ايه، يعني مش هاخد منك وقت. بالظبط. هنا بقى لو انت دخلت السكشن بحته الديزايننج وهكذا، طب تعالى بقى للبيزنس. هل البيزنس بتاعي اصلا البيزنس بتاعي ده، هنا سؤال لازم نساله دايما لبعضينا يعني. هل البيزنس بتاعي لازم يبقى له ديزاينز؟ لازم وانا بنزله ابقى ليا فيديوز وديزاينز وكالندر، واروح اشتري من شركه تسويق كالندر؟ طب الناس اللي بتنجح اصلا على السوشيال ميديا اللي هي بقت تيك توكرز دلوقتي ويوتيوبرز بينزلوا وبيعملوا حاجات، طب الناس دي كانت بتحضر؟ هي الناس دي فاهمه؟ يعني الناس اللي هي اللي احنا عارفينها، مش عايزين نذكر حد. يعني هل الناس دي كانت بتحضر حاجه؟ هل الناس دي كانت فاهمه اصلا وهي بتحضر؟ اكيد لا. بس هو عمل ايه؟ قلد. فهو كان بيقلد ايه؟ بيقلد اصلا استراتيجي. هو بيقلد استراتيجيه اتباعت، فهو بيقلدها فنجحت معاه لانها استراتيجيه يعني بالفعل. قبل كده فعلا نجحت قبل كده. فهو لما يجي ينزل مثلا بيقول لك البرودكت بتاعي لازم اصوره يمين وشمال، واعمل حاجه اسمها لوك اند فيل، واخش اوريه له هو وانا في الحمام بفتح علبه الشامبو وانا بغسل بايدي. هو عمل UGC وهو ما يعرفش. هو ده كونتنت اصلا اسمه UGC. أيوة. هو ده طيب من الكونتنت اللي احنا بنبيعه كماركتنج، بس هو ما يعرفش اللي هو اصلا كده. هي البنت اللي نزلت وبقت تقول يا جماعه انا عملت كذا، هي ما تعرفش ان هو اسمه UGC. هي ضربت معاها حظ، فمش كل مره هينجح. فده معناه ان احنا نقفل بقى. احنا مش هنقفل. الشركات اللي فاهمه بده، لان ده علم كبير جدا، الماركتنج والتسويق وعلم الميديا. عمره ما كان صباح الخير يلا نفتح كوبايتين شاي ونلعب. عشان كده بقى هنا في نص كم. في ناس فاتحه بتعمل الكلام ده كله، بس هم نص كم، نص لبه. فانت لازم تبقى انت عارف بقى الناس النص كم من النص لبه، من الناس الكرييتيف فعلا. تعرفها ازاي؟ انا مثلا بسالك، انت تعرف الكلام ده ازاي؟ من شكل البراند ايدنتي بتاعتهم، التسويق بتاعهم يظهروا بشكل عامل ازاي على السوشيال ميديا او في الشارع، حتى وانت ماشي البيلبوردز بتشوفها في الشارع. حلو. مأثره مع الناس ولا لا؟ الناس مثلا لما بتستخدم الحاجه دي بتبقى مأثره معاهم بشكل ما،
حلو كلام جميل. بس تعالى نفكر باسلوب مختلف. تعالى نفكر ناس لسه بادئه جديد وناس عايزه تخش وتعمل لانشنج، وهم ناس لسه جديده، فطبعا ولا هم عندهم البادجت اللي هم ينزلوا بيه البورد، ولا هو عنده البادجت اللي هو يدفع ارقام كبيره على ادز على سوشيال ميديا، بس هو يقدر يعمل يو جي سي كونتنت على ستوري تيلينج مثلا، ستوري تيلينج يحكي قصه انا ما كانش معايا كذا ورحت جبت كذا جبت. هل بقى اللي باعها اول مره والناس كلها بتقلده كل الناس بتنجح؟ اغلب الناس نجحت. عارف ليه؟ استراتيجيه صحيحه. طيب تعالى بقى نسال سؤال مهم جدا بقى. انا كتسويق، انا كراجل بعمل ماركتنج لنفسي وعايز افتح براند، هعمل الحاجه اللي انا اصلا بشوفها وبتعلمها من الناس، ورحت وعملت الستوري تيلينج ووقفت، بقى عندي 100,000 فولور، هبقى عندي 150 ازاي؟ كمل بقى نشوف لا استك ما يعرفش، هو كان بيقلد، هو مش فاهم. ايوه. فهنا بقى يقول لك لا، انت لازم تجي لنا احنا بقى عشان احنا فاهمين. لما يجي لنا بيزنس بحجم 300 فولور و300 فولور بس، وفي حجم تاني 300,000، وفي حجم تاني 3 مليون، فاحنا بنتعامل مع ده وبنتعامل مع ده وبنتعامل مع ده. ازاي؟ لان احنا عارفين الستيب اللي انت فيها. فالمفروض هنا بقى بتعمل حاجه اسمها استراتيجي، لازم تبقى فاهم استراتيجيه. بالظبط، استراتيجيه البراند بتاعي. انا البراند بتاعي فين وعايز يوصل لازاي؟ فبنسال 3 اسئله مهمين قوي. ازاي وليه ونعمل ده بناء عن ايه. فانت لو سالت الاسئله دي لنفسك اصلا بينك وبين نفسك هتعرف توصل. فانت لما تروح لشركه وتيجي تقول لك بقول لك احنا هنبيع لك 10 تصميمات و15 فيديو ب 15,000 جنيه، هم عرفوا انت مين اصلا؟ ما سالكش على اسم البراند. فعشان كده بيبقى في نص لبه. في شركات كتير جدا بتقفل عشان هو ما بيسالش الناس على اي حاجه، هم عايزين يبيعوا وخلاص. بس هي بيعه. فزي البرودكتس اللي انت بتروح تشوفها، انت ممكن تروح تلاقي برودكت وشكله نظيف قوي، بس اول ما تستخدمه تلاقيه ايه ده ايه اللي انا جبته ده. بالظبط زي المقاطعه، ما احنا قطعنا كلنا اخواتنا اللي بيموتوا طبعا، يعني ربنا يخلصهم يعني من اللي هم فيه، وكلنا قلوبنا كلها معاهم. بس هي الفكره البرودكت اللي انت اشتريته، في برودكتس كتير اصلا مصري انت شفتها، انت دقت الحاجات شكلها، في حاجات انت ما كنتش تسمع عنها ان هي موجوده اساسا يعني. خد فرصته. في شركات اصلا انت كنت فاكر ان هي قفلت في مصر من كتر ما انت مش بتشوفها. بالظبط هو خد فرصته. طيب ربنا اداك كرمك واداك فرصتك، طب ما تعمل حاجه بقى، حسنه بقى، ما حسن برودكت. فعشان كده لما نيجي النصيحه اللي احنا بنقولها للناس، احنا مش جايين نبيع براندنج ولا جايين نبيع حاجه، احنا جايين نقول لك انت ازاي تختار الشركه اللي هتشتغل لك، او ازاي اصلا انت تبدا الاول وبعدين تروح بعد كده ربنا يكرمك وتروح لشركه. تبدا الاول ازاي؟ ان انت لازم تقيس السوق بتاعك بينك وبين نفسك. اقعد انا برودكت، انا ببيع تيشرتات هودي زي اللي الناس كلها بتبيع هودات دلوقتي. كل الشباب بيصحى من النوم يروح لمصنع عايز يبيع هودي. طيب انا هعمل هودي، ايه المميز اللي انا هقدمه غير اللي الناس بتقدمه؟ صح. لا اما هقدم ديزاين مختلف للهودي نفسه، لا اما ديزاين على الهودي نفسه، تمام، لا اما هقدم كواليتي. تمام. يبقى انت لازم تسال نفسك قبل ما حد يسالك. فانا احط حاجه يونيك سيلينج بروبوزيشن، احنا بنسميها كده. لما بنيجي نقدم اي براند بيجي لنا بنساله سؤال مهم، ايه هي اليونيك سيلينج بروبوزيشن بتاعتك؟ فيقول لي والله انا ميستي كذا. دي البراندات الكبيره عارفه ايه اليونيك سيلينج بروبوزيشن. عشان كده نيجي نسال سؤال هنا حلو قوي، هي ليه بيبسي وكوكاكولا لسه بتدفع لحد دلوقتي ملايين الدولارات في الاعلانات؟ خلاص ما فيش حد مش عارفهم اساسا. عشان الماركت شير. انا ليا كرسي معين في الماركت بتاعي. لما في كولا نزلت دلوقتي بقت تستحوذ على الماركت. فانا في كولا انا كنت اصلا نسيها. ليه؟ لان انا عمال اعمل اعلانات. مهما كانت الشركه نازله بتقل كبير مش هتاخد حاجه من الماركت، تاخد جزء مني، مش هياخد بالظبط، مش هياخد حاجه من الماركت شير بتاعي. طول ما انا موجود في السوق، طول ما انا حاجز الكرسي بتاعي، لازم تبقى انت قاعد على الكرسي وقاعد مبسوط بيه قوي. عشان كده هم كل سنه حتى في رمضان في الاعياد في الكلام ده كله ما بيفوتوش ان هم يعملوا اعلان لازم الماركت شير بتاعي انا خدت كرسي ومش عايز حد يجي ياخده مني. صح. كرسي لا حد هيجي ياخد الماركت بتاعي، انا واخد 50%، انا مش عايزهم يبقوا 49.
تمام. لما بيجي فرص بقى، ودي فرص نادره، ودي بتاعت ارزاق ربنا، زي في كولا مثلا، لما يجي لك حاجه بالظبط، يجي لك مشكله كبيره جدا هتخلي الناس تقاطع، مش عشان بقى اي حاجه تانية، ده عشان مشاعر داخليه اكبر بكتير من المشاعر اللي انت بتبيعها. صح. تمام. فالمشاعر الداخليه دي اكبر بكتير من المشاعر اللي انت بتبيعها، فهيعمل ايه؟ خلاص هيروح للبديل حتى لو هو وحش، حتى لو هو وحش فعلا. حلو. يبقى هو هيروح لفي كولا ويروح لمش عارف ايه. مين بقى اللي كان اتصرف صح هنا بقى؟ في كولا. ده انضف براند مصري اتعامل الفتره اللي فاتت. عمل ايه؟ حاول يبيع كل حاجه ممكن تتعمل. ما كانش فيه كولا، عمل كولا عشان عمل كولا، الناس عايزه كولا، كوكا كولا والكلام ده. قال لك الناس عايزه دايت، عمل دايت، كولا دايت، ونزلها السوق، بقت دي بيضه ودي زرقاء، وعمل بفليفرز كمان. بفليفرز. هو مش سايب ليه؟ هو خلاص انا في مكاني وقتي، فانا لازم لو ما استغلتوش يبقى انا اللي بضيع من نفسي الفلوس. بالظبط. هل ده بقى شركه ماركتنج قالته له؟ هل هو نفسه هو اللي عمل ده؟ لازم تفكر بينك وبين نفسك. فعشان كده احنا جايين النهارده نقعد ونقول كلمتين مهمين جدا في حته البراند ايدنتيتي والهويه البصريه. لازم لما يجي لك ديزاينر شغال معاك وعمل لك اللوجو وحط لك بيزنس كارد وحط لك انفلوب وحط لك مش عارف ايه، دي مش الهويه البصريه. دي اسمها، في فرق كبير قوي بين البراند ايدنتيتي والفيجوال براند ايدنتيتي. الفيجوال براند ايدنتيتي، انا اللوك اند فيل بتاع شكله ايه؟ لازم تساله، هو البراند اللي انت عملته لي اللي هو اللوجو والايدنتيتي اللي انت عملتها دي هبقى شكلها ايه بقى على السوشيال ميديا؟ هل الناس لازم تعرفني باللوجو؟ ده سؤال مهم لازم تساله. لا، لازم الناس تعرفك من غير اللوجو. صح. هو في ازايز حتى بتاع كوكاكولا قبل المقاطعه والكلام ده، لو شلت الستيكر من عليها واللوجو وشلت كل حاجه، انت خلاص حافظ شكل الديزاين بتاع كوكاكولا. دي كوكاكولا. ماكدونالدز لو شال الام انت عارفه، انت عارف ان ده ماك خلاص. فهو عمل ايه؟ اشترى اللون. ماك راح اشترى لون. فنيجي هنا بقى نقول ايه هي الهويه البصريه؟ لوجو، باترن، شويه خطوط بتتشخبط في الظهر بتقولها كل مره فالناس بتحفظها بيها، الوان ما بتتغيرش، تمام. وتون اوف فويس، التون بتاعك بتكلم بيه الناس ازاي؟ فريندلي ولا انت حد متكتف زي ابل كده؟ حد لا انا سوبر إليجنت، فانا كونفيدنت قوي وهستفزك. يا عم غير، يعني تلاقي بيقول لك غير اللي ايه كل الناس عماله تغير وتحط كاميرات وبتاع، هو شكلي واحد ان كان عاجبك. مش عاجبك ما طب انا عندي فيتشرز وبتاع ومش عارف ايه، انا هنزلك فيتشر نازل من 11 سنه وانت تنبسط بيه. اعمل كاستمايز للايكونز خلاص، مع انها في الاندرويد اصلا من 2010. عملت ايه جديد؟ بس هي بقى اللي هنا بقى ان هو بيقدر يعمل ايه؟ ده اسمه بيستفز المشاهد بتاعه، وده نوع من الماركتينج. هل هو غبي؟ لا مش غبي. لا. هو ده نوع من الماركتينج. ايه هو النوع بقى من الماركتينج اللي هو بيبيعه هنا؟ هو بيبيع الكونفيدنت. هو اصلا ما قالكش ان انا ببيع تليفون، هو اصلا ما قالكش ان انا ببيع لابتوب. عارف هو بيبيع لك ايه؟ بيبيع لك الاليجنت. انت حد لاكجري، فعشان لاكجري لازم تمسك التليفون بتاعك. لو ما حد يشوفني مثلا معايا لوجو ابل على التليفون، ماك بوك مثلا، فخلاص انا اتحطيت في ليفل، اي حد هيشوفني من غير ما يتكلم معايا اصلا خلاص عارف ان انا في ليفل معين. بالظبط. يبقى احنا كده النهارده جايين نقول اخر حاجه خالص. هي حاجه واحده بس، انت وانت بتبيع هويه بصريه لازم تبقى متاكد تماما ان انت اشتريت اللوك اند فيل، الفيلينج اللي انا هبيعه لمين وازاي. فاوعى تروح لشركه تبيع لك 15 تصميم وتعالى اعمل لك لوجو. تعالى بقول لك ايه، اعمل لك شويه ورق كده وبتاع واحط لك اللوجو ازاي. شوف انا عمله ازاي في البيزنس كارد. على فكره هو جاب لك تمبلتس اصلا حطها لك من فيدباك عادي من اي حته حطها لك، وممكن يعملها لك كانفا، ما انت ما تعرفش، انت بتستلمها بي دي اف. او انت تعرف حاجه، كانفا بيعمل لك داونلود بي دي اف وخلاص. وخلاص وصباح الفل يعني. كانفا اشتراكه اصلا مدى الحياه 50 جنيه. اشترك انت واعملها بايدك احسن. فاشتريت ايه؟ انا القيمه اللي في ايدي. عشان كده لما تيجي تروح لفريلانسر ويقول لك انا براند ديزاينر، او تروح لحد كرييتيف كبير في السوق ويقول لك لا انا هاخد عشان اطلع لك الحاجه اللي انت عايزها دي 20 يوم و30 يوم عشان اشتغل، وتلاقيه مطلع لك خط واحد اكس كده، عمل اكس يعني انت عملت كل ده في 20 يوم من الاكس ده عشان الاكس ده هو ده. هل نايكي ده صح؟ صح، عملت بس الصح دي مش موجوده قبل كده. فانا لو جبت دايرتين ولزقتهم جنب بعض بس هم مش موجودين، نوت ماتش. عشان كده في حاجه اسمها تند اي. انا ده جاي من النهارده اتكلم النهارده على الحته واحده بس. اي لوجو تشتريه بعد اذنك خش على ويب سايت اسمه تند اي، حط اللوجو اللي اشتريته.
لان لو لقيته تاني اعرف ان انت كده اتضحك عليك. انت دخلت على جوجل عملت سيرش لوجو المطعم خلاص لقيته بالظبط. فانا ايه اللي يميز الهويه؟ مش لازم على فكره اللوجو ممكن يكون لوجو طيب عادي، هو مكتوب بفونت اصلا، كاتب فونت معدل على الفونت شويه، مطعم حماده هو مسمي مطعم حماده، مفيش ما كتبش اي حاجه خالص، هو مش معدل حاجه ولا كتب حاجه، بس اللوك اند فيل اللي مطعم حماده حابب يوصله لك اللي هو ايه، وصل لك لون معين، ووصل لك فيلينج معين، ووصل لك حاجه عايز يوريها لك. ده مثلا هو بيقدم اكل بيتي مثلا حاجه كده، هو ده قدر يديك ده ولا لا؟ لو ما قدرش يديهولك خلاص ما مين حماده؟ ايه الاسم ده؟ زي مطعم ام حسن لما طلع برضه في فتره كان عامل ضجه كبيره والناس كلها يقول لك الملوخيه بتاعتها وبتاع مش عارف ايه، هي اتشهرت بالاكل البيتي بلبن بس. بلبن انت اول ما انا قلت لك بلبن انت افتكرت لون واحد بس، الازرق، استحاله تروح في حته تانية. هل بلبن مخترع حاجه في اللوجو؟ اللوجو سهل بسيط، مفيش اي حاجه. هو باع لك ايه؟ باع لك الفيلينج، صح. خلالك بلبن على فكره ما كانش بيبيع الالوان بس، ده باع لك فيلينج جامد قوي. ان الناس اللي بتبيع لك كل مره هي نفسها اللي هتبيع لك، فخلى الناس اللي شغاله معاه هي اللي تبيع، مش حد تاني. حد عز انا هبيع لك بلبن بالناس بتاعت بلبن، فانت تبقى مربوط بالناس بتاعت بلبن، فتبقى انت بتشوفه انا عملت الراجل اللي عندي اللي شغال عندي بياخد عادي مرتب وممكن يمشي بكره الصبح، انا ربطته ان هو بلوجر، انا فدت الراجل لان الراجل خلاص بقى عمره ما هيمشي من عندي خلاص، صح. هيمشي معايا ازاي؟ وده اللي احنا اقدر اقول لك ان الراجل اللي كان شغال او صاحب المؤسسه، لانها هي مؤسسه، هي مش مطاعم ولا محلات، هي مؤسسه. المؤسسه بتاعت بلبن الراجل ده فاهم اورجانيزيشن، فاهم يعني ايه اورجانيزيشن، فاهم يعني ايه بتبني براند. الناس ما بتبقاش شغاله عندك، الناس شغاله معاك. فانت عشان تخلي الناس دي تشتغل معاك باعلى حاجه عملها كبني ادمين بس، صح. انت محتاج تنسى ان انت سي او، انت محتاج تنسى عندك. الناس دي مش شغاله عندك. الناس دي عشان تديني 6 ساعات لازم انت اللي تديهم لي، مش انا اللي اديهم لك. بص انا مقتنع تماما بعد كورونا الناس كلها اشتغلت من البيوت، كلنا اشتغلنا منين؟ ما ريموتلي، ما فيش الا الحاجات المهمه اللي هي مطعم اكل لازم يروح. تمام. فاحنا بنتكلم على الديجيتال، الناس اللي كلها شغاله ديجيتال، ان كنت انت ديفلوبر، ان كان اي كوميرس، ان كان انت ديزاينر، كوبي رايتر، الناس اللي هي شغاله ديجيتال، الناس اللي شغاله في الكاستمر سيرفنج، الكلام ده كله ده ايه؟ ديجيتال. طيب لو انا دلوقتي شغال مع حد، والحد ده المفروض ان احنا بنشتغل مع بعض 6 7 8 9 ساعات، حلو، وباكس باخد اكس، وانا مش راضي عن الاكس، انا نازل شغل ليه اصلا؟ انا نازل شغل عشان ما لقيتش شغل. تمام. فانا شغال مع فلان عشان انا اصلا انا اعرفك، انت صاحبي، فاهم كده يعني، انا باخد منك فلوس اخر الشهر خلاص يعني، وخلاص على كده. وانا بصراحه ما بحترمش اي حد لما ما بلاقي سي او بيتكلم مع الناس وتلاقيه بيتكلم ازاي. ده على فكره من البيرسونال براندنج، لازم تبقى انت فاهم البرسونا بتاعتك اللي انت هتبينها، حتى لو مش بقول لك اعمل حاجه فيك، بس اقعد مع نفسك، ذاكر نفسك، ذاكر معطياتك، ذاكر البراند بتاعك، ذاكر الايمج اللي المفروض البراند بتاعك يخليها الناس تشوفها. فانت لما تيجي تبص مثلا، انا قاعد كل الناس بتستنى، بص في الساعه، يا رب الساعه دي تعدي، يا رب الساعه 6 بقى، يا رب سنه معديه، يعني الساعه 6 بقى، انا عايز اخلص بقى يا عم بقى، عرفتني بقى خلاص. كل شويه وازي حضرتك والف مستر احمد، مستر زياد، يا مستر زياد بتاعك جاهز اجيبه لك. وتلاقيه هو ما بيفهمش، بس انت شايفه افهم، انت اكتر واحد بيفهم في الدنيا، انا لازم احترمه عشان فانا كنت بكلم حد كده، كنت قاعد في كافيه، ففي واحد مش مهم اسمه عشان ما صيحلوش، فقال لي انا بيتكلم باسلوب حلو، هي طبعا لها كلمه احنا عارفينها كلها طبعا، ايوه. فهو بيتكلم بنفس الاسلوب ده مع الاونر بتاع المكان مرتين في الشهر، مره في اول الشهر، مره في اخر الشهر طبعا عشان اديني بقى، زودني حاجه مرتب يعني، واول الشهر عشان لو انا هاخد اجازه ولا حاجه، انا معايا المرتب بقى، عايز اخد اجازه، فلازم اتكلم كويس. تمام. دي بيرسونا انت بعتها، الناس بتبيع لك كده. وفي بيرسونا تانية خالص، الراجل يشوف حاجه غلط في الشركه، تلاقيه هو داخل بيتخانق، هو شغال في الشركه عادي بس داخل يتخانق، يا جماعه انتوا بتعملوا حاجه غلط. هو خايف على الشغل. هو ليه خايف على الشغل؟ مش عشان انت بتديله مرتب جامد، على فكره اللي عينه مش شبعان يعني، مهما خد سالري كبير جدا، هو اللي عينه مش شبعانه مش شبعان، هتديله 50، هتديله 60، زي ما تديله 10، زي ما تديله 5، زي ما تديله 3. الراجل ده بيتخانق ليه؟
عشان ضميره، وعشان هو شايف ان المكان ده بيقدره كبني ادم. صح. فانت لازم تبقى انت بتبيع بيرسونا داخل الشركه. اللي هو في ناس اصلا ممكن بعد مواعيد الشغل ما تخلص تلاقيها برضو بتشتغل او بتجهز لشغل بكره. طب هقول لك طب أنا حاجه، إيه اللي جابني اقول لك حاجه، في شركات والله بيقابلوا بعض بعد الشركه. لو نقعد مع بعض انت إحنا اصلا أصحاب. سيبك من الاونر، سيبك من الاونر خالص. يعني الاونر ده ممكن يكون اصلا عندك مشاكل الدنيا. انا بكلمك مع الواد اللي شغال معاك في نفس المكتب. انتوا اتنين شغالين سوا، انت اول ما بتيجي الساعه 6 وبقول لك ايه، انت ما تعرف امسح رقم هاله، اعمل لي بلوك بس لا تخيل بينزلوا يقعدوا مع بعض على القهوه وينبسطوا اصحاب. الكلام ده حصل ليه؟ الكلام ده حصل عشان هم اصلا عارفين بعض كبني ادمين مش كشغل. صح. ويغطي عليه ويشيل شغله. انت تعبان النهارده ما تجيش. طب هو جاي مقريف، بقول لك ايه، كام ورقه اللي المفروض تعملهم دول انا اعملهم، انت فكك انت من القصه دي. طب ازاي يا عم؟ مالكش انت، بس انا هعملهم، انت اتكل انت على الله. حصل ده ليه؟ هل هو انت ما هيجي اما نيجي نقبض بقول لك يا زياد انا محتاج منك بقى يعني ايه بقى 2003 كده يعني ماشي الدنيا فوق مزنوق. اي حاجه. طب ما في تاسكايه انا كنت شايلها عنك، لا مش هيحصل الكلام ده. فالكلام ده بيرسونا داخليه، زي ما في بيرسونا ما بيننا وما بين الحاجه داخليا، لازم تبقى عارف ان في بيرسونا مع الكلاينت، مع الناس، مع اللي انت بتبيع له، الكونسيومر. صح. في ناس بتشتري نايكي، وفي ناس بتشتري اديداس. الاثنين زي بعض صح؟ لا، في ناس بتحب نايكي قوي. عارف ليه؟ لان نايكي حابب يقول لك انا معاك في كل ستيب. التاني بقى بيقول لك لا انا راجل رياضي قوي، رغم ان نايكي نفس القصه. ايوه. بس التاني عايز يبقى معاك قوي. شوف الاعلانات ده وشوف الاعلانات ده، رغم ان هم نفس الكاتيجوري ما فيش اي حاجه. فلما تيجي تبص على البراندات هتلاقيهم مرتبين. طيب نهايه بقى عشان نقفل، عشان احنا اتكلمنا كتير مع الناس، فنقفل. اول حاجه لازم تبقى انت وانت بتشتري هويه بصريه لازم تعرف ايه هي الهويه البصريه اللي انت اشتريتها، ايه الفيجوال ايدنتيتي اللي انت خدتها، اللوجو اللي انت خدته ده بيعبر عن ايه. ليه اروح لايجنسي مثلا وما اروحش لواحد هيعمل لي نفس الشغل بفلوس اقل؟ لا، واروح لفريلانسر. انا مش من الناس اللي بتقول لك روح لشركات بس، رغم ان احنا شركه. لا، روح لفريلانسر بس، روح لحد فاهم. دي حاجه. الحاجه التانية لازم تبقى انت فاهم يعني ايه اللوك اند فيل. انت سامعني النهارده عشان تفهم الحته دي، عشان تسيرش. تمام. دي بوينت 2 مهمه قوي 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 قوي، ونقفل بيها حلقتها النهارده. هي حاجه واحده بس، وانت بتشتري اي حاجه ذاكرها. شات جي بي تي اتعمل عشان يساعدنا، خش مش عشان يستبدلنا. النقطة التانية اللي احنا لازم نبقى فاهمينها كويس قوي، فاهمينها كويس قوي وانت بتشتغلها، ان انت تبقى انت عارف وانت بتشتري الهوية البصرية لازم يبقى ليك صاحب بتسأله. شات جي بي تي وهو بيتعمل او هم بيقرروه ان هم يعملوه، عملوه شات بوت بيقول لك خش اسألني انا صاحبك. فشات جي بي تي مش بخش اساله اعمل 10 وجبات لا، بقول لك انا عايز اعمل هويه بصريه وعايز اكلم فريلانسر او شركه تعمل لي الكلام ده، وانا اسالهم على ايه. هيقول لك وايه اللي المفروض اخده، وايه اللي المفروض اتعامل معاهم ازاي، اخد ايه، استلم ايه، اخد ايه، انا الحاجه ازاي، اعمل ايه. هيقول لك تسلمها PDF وتسلمها مش عارف ايه، استلم كذا واعمل كذا لا، وبعد ما يقول لك طب معلش والله ما فهمتش. هو انت ممكن تديني حاجات زياده عشان ما فهمتش اللي انت بتقوله، لان هو ساعات بيقول حاجات جنرال قوي. بيكلمك على قد مستوى ان انت فاهم، لا حسسه ان انت ما فهمتش، هيفهمك. فيبقى انت لازم تبقى انت عارف ان بقى دلوقتي في صاحبك اللي انت هتبقى عارف ان هو هيديك معلومه صح. AI نستخدمه مش يستبدلنا. لا بس هي دي النهايه. وشكرا ليك يا زياد. شكرا لك انت. شكرا حبيبي. شكرا حبيبي. شكرا.